كأس العالم خلاص دخل علينا، فأنا النهاردة جاي أقول لكم المنتخبات اللي فازت واستضافت كأس العالم على مر التاريخ. بس قبل ما نبدأ مننساش تدعمني باللايك والفولو والشير. يلا بينا. النسخة الأولى كانت سنة 1930 وكانت في الأوروغواي، وكانت المباراة النهائية ما بين الأوروغواي والأرجنتين، وكانت المباراة يوم 30/7/1930، وانتهت بقى المباراة بنتيجة 4-2 للأوروغواي. سجل الأوروغواي دورادو سيا وإرياتري وكاسترو. يمكن السبب اللي خلى الأوروغواي تكسب إنهم استخدموا كورتين مختلفين، واحدة كل شوط. النسخة الثانية بقى نسخة 1934، وكانت في إيطاليا، وكانت المباراة يوم 10/6/1934. والمباراة دي بقى امتدت لأشواط إضافية، وسجل اللاعب سكافيو هدف الحسم لإيطاليا في الدقيقة 95 لتفوز بنتيجة 2-1. النسخة الثالثة بقى نسخة 1938، وكانت في فرنسا، وكانت المباراة النهائية ما بين إيطاليا والمجر، وكانت يوم 19/6/1938. وفي المباراة دي تألق فيها كولاوسو وفيولا بهدفين لكل منهم لصالح إيطاليا، عشان تصبح إيطاليا أول من يحافظ على لقب مباراتين على التوالي. النسخة الرابعة بقى كانت نسخة 1950، وكانت في البرازيل، وكانت المباراة النهائية ما بين الأوروغواي والبرازيل، وكانت يوم 16/7/1950. وفي هذه المباراة الأوروغواي قلبت الطاولة بهدف جيجيا القاتل أمام 173,000 مشجع. تنتهي المباراة بنتيجة 2-1 للأوروغواي. النسخة الخامسة بقى نسخة 1954، وكانت في سويسرا. المباراة النهائية كانت ما بين ألمانيا الغربية والمجر، وكانت يوم 4/7/1954. واللي حصل في المباراة دي كانت معجزة بيرن، لأن المجر كانت متقدمة بنتيجة 2-0، وفي أول 8 دقائق لكن عادوا الألمان من بعيد خالص وكسبوا البطولة. النسخة السادسة بقى نسخة 1985. لا 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 58 قصدي، وكانت في السويد. المباراة النهائية كانت ما بين البرازيل والسويد، وكانت يوم 29/6/1985. وفي هذه المباراة انطلقت موهبة بيليه بعمر 17 عاما، وسجل هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2 للبرازيل. النسخة السابعة بقى نسخة 1962، وكانت في تشيلي. المباراة النهائية كانت ما بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا، وكانت المباراة يوم 17/6/1962. انتهت المباراة بنتيجة 3-1 في المباراة دي بقى غاب بيليه للإصابة، وتألق مارينو وزيتو وفافا ليحصدوا اللقب الثاني تواليا. النسخة الثامنة بقى نسخة 1966، وكانت في إنجلترا. المباراة النهائية كانت ما بين إنجلترا وألمانيا الغربية، وانتهت المباراة بنتيجة 4-2 لإنجلترا. وكانت المباراة يوم 30/7/1966، وسجل بيو فيريس هاتريك تاريخي له. النسخة التاسعة بقى نسخة 1970، وكانت في المكسيك. والمباراة النهائية كانت ما بين البرازيل وإيطاليا، وكانت المباراة يوم 21/6/1972. وانتهت المباراة بنتيجة 4-1 في هذه المباراة. وفي هذه المباراة سجل كارلوس ألبرتو هدف الخرافي الذي يدرس حتى الآن. النسخة العاشرة بقى نسخة 1974، وكانت في ألمانيا الغربية والمباراة النهائية كانت ما بين ألمانيا الغربية وهولندا، وكانت يوم 7/7/1974. والمباراة دي حسمها الهداف جيرد مولر حسمها. النسخة 11 بقى نسخة 1978، وكانت في الأرجنتين. المباراة النهائية كانت ما بين الأرجنتين وهولندا، وكانت يوم 25/6/1978. وفي المباراة دي ماريو كيمبيز قاد التانغو لقبهم الأول في الأشواط الإضافية مشعلة. النسخة الثانية عشر نسخة 1982، وكانت في أسبانيا. والمباراة النهائية كانت ما بين إيطاليا وألمانيا الغربية، وكانت يوم 11/7/1982. وفي المباراة دي صرخة ترديس الشهيرة وهدف الهداف باولو روسي هما اللي حسموا المباراة ليفوز منتخب إيطاليا بنتيجة 3-1. وندخل بقى على جيل العمالقة. النسخة الثالثة عشر كانت نسخة 1986،
وكانت في المكسيك عشان تبقى المكسيك أول دولة تستضيف المونديال مرتين. المهم إن المباراة النهائية كانت ما بين الأرجنتين وألمانيا الغربية، وكانت يوم 29/6/1986. وفي المباراة النهائية دي أسست مارادونا قاتل لبروتشاغا حسم باللقب في الدقائق الأخيرة. النسخة ال مم. النسخة الرابعة عشر نسخة 1990، وكانت في إيطاليا. المباراة النهائية كانت ما بين ألمانيا والأرجنتين، وكانت يوم 8/7/1990. وفي المباراة دي ركلة جزاء أندرياس نوستبريما في الدقيقة 85 منحت الألمان البطولة. النسخة الخامسة عشر كانت نسخة 1994، وكانت في أمريكا. والمباراة النهائية كانت ما بين البرازيل وإيطاليا، وكانت يوم 17/7/1994. والنهائي ده كان أول نهائي ينتهي سلبيا ويحسم بركلات الترجيح 3-2 للبرازيل تقريبا. أنا مش متأكد الصراحة. النسخة السادسة عشر بقى نسخة 1998، وكانت في فرنسا. المباراة النهائية كانت ما بين فرنسا والبرازيل، وكانت يوم 12/7/1998. والحسم هذه المباراة كانت رأسية زين الدين زيدان أمام الجماهير الفرنسية في باريس. النسخة السابعة عشر بقى نسخة 2002، كان في في دولتين قصدي، وهما كوريا الجنوبية واليابان. ودي أول استضافة مشتركة زي النسخة اللي جاية دي. تستضيفها 3 دول. المهم إن المباراة النهائية كانت يوم 30/6/2002. والمباراة دي كانت كلها على بعضها كده. كانت قصة انتقام رونالدو الظاهرة بهدفين في مرمى أوليفر كان. النسخة الثامنة عشر بقى نسخة 2006، وكانت في ألمانيا. المباراة النهائية كانت يوم 9/7/2006. والمباراة دي حسمها بركلات الترجيح 5-3 لإيطاليا بعد واقعة طرد زيدان التاريخية. أهو. النسخة التاسعة عشر نسخة 2010، وكانت في جنوب أفريقيا عشان تبقى جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تستضيف المونديال. المهم إن المباراة النهائية كانت ما بين أسبانيا وهولندا، وكانت يوم 11/7/2010. في المباراة دي هدف انيستا هو الأغلى في تاريخ أسبانيا في الدقيقة 116. النسخة العشرون بقى كانت نسخة 2014، وكانت في البرازيل. والمباراة النهائية كانت يوم 13/7/2017. وفي المباراة دي بديل ألمانيا ماريو غوتزا سجل هدف قاتل في الشوط الإضافي التاني لتفوز ألمانيا على الأرجنتين 1-0. النسخة الحادية عشر كانت نسخة 2018، وكانت في روسيا. والمباراة النهائية كانت ما بين فرنسا وكرواتيا، وكانت يوم 15/7/2018. والنهائي ده كان نهائي غزير بالأهداف، وشهدت تألق الثنائي وهما إمبابي وجريزمان. وأخيرا آخر نسخة هي النسخة الثانية والعشرون نسخة 2022، وكانت في قطر عشان تبقى قطر أول دولة عربية تستضيف المونديال. والمباراة النهائية كانت ما بين الأرجنتين وفرنسا، وكانت يوم 18/12/2022. وده كان نهائي للتاريخ. وفي المباراة دي هاتريك امبابي لم يكف أمام ثنائية ميسي الخنزير مستر الخنزير، وحسمها التانغو بركلات الترجيح 4-2. النسخة اللي خلاص قربت عشان أنا عملت الحلقة دي. نسخة 23 نسخة 2026، وهتبقى إن شاء الله في 3 دول، هي أمريكا وكندا والمكسيك. آه، ال3 دول مشتركين. طبعا حلمنا كلنا إن احنا نفوز بكأس العالم زي ما هو باين في الصورة. آه، أنا عايز أقول لكم بس ملاحظات، بس نسيت أقولها طول الفيديو. الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى المكسيك بعد نسخة 2026 أول دولة في التاريخ تستضيف البطولة أو تشارك في استضافتها 3 مرات: نسخة 1970 ونسخة 1986 ونسخة 2026. الملاحظة التانية: تم إلغاء نسخة 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية التانية. وبس كده خلاص الفيديو، متنساش اللايك والفولو. سلام.